من شوية كده اتصدر اسم نيكول سعفان زوجة المخرج طارق العريان الترندات والسوشيال ميديا وأخبار الفن كلها، وده بعد ما الاتنين كشفوا تفاصيل وحكايات كتيرة عن بداية ارتباطهم قبل الجواز. وفي تصريحات تلفزيونية مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة اتكلم طارق العريان عن بداية معرفته بزوجته نيكول سعفان وقال: اتقابلنا صدفة أنا ونيكول في شغلي، في الأساس كانت في زيارة لأنها عايشة في استراليا وبعدها سافرت واختفت، وحصلت بعد كده شوية أزمات وعدت شهور وفضلت فاكرها برضو، وبالصدفة في حد مشترك بيني وبينها قدر يوصلنا ببعض، بس أنا اللي طلبت إننا نتكلم يعني وحاولت أتكلم معاها في أي حاجة. وكمل طارق وقال: نيكول قالت لي هقعد كام شهر في مصر وقلت لها أنا معجب بيكي، وهي كانت مفكرة إن دي صداقة. وهنا كان دور نيكول تكشف شوية حاجات كده وقالت: لما سافرت استراليا طارق بعتلي رسالة ورديت عليه وبقى عايز يكلمني في أي حاجة ما كنتش فاهماه، وفتح معايا كلام عن بيزنس وما كنتش فاهماه. أنا كنت في حياتي وما كنتش في عالم طارق العريان، وكملت حياتي عادي، وكان طارق طريقته كانت ناعمة قوي، ناعم كده في كلامه، ولما وضح لي إنه بيحبني كانت عدت علينا فترة اتعرفنا فيها على بعض أكتر. فكرت أقعد في مصر 6 شهور وبعدها حبيت استقر في مصر لأن أمي مصرية ووالدي سوري، وطارق غير لي حياتي وحبيت شغله لأنه مختلف، كمان الحياة في استراليا هادية وكل شيء متاح ومنظم والناس في حالها. وطبعا عشان طارق كان العاشق الولهان فرجع وقال: اللي هي عايزاه هعمله، وبعد كده بقينا نتكلم وانبهرت، وبعد كده طلبت اننا نرتبط وحصل وارتبطنا وكان احلى ارتباط.